منبيعه، هذا الوطن منبيعه. صوت العراقية هتف هاي الأصيلة والشارع، العراقية هتف هاي الأصيلة أولي يا بطل ما يكفي هدف جمهورك كتر هاي، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد صاعد على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد. طربعراق.com. انت العراقي مو لعب وشحدهم يغلبونك، وشحدهم يغلبونك، تصعد على اشتاف الصعب صاروخ ما يلزمونك، صاروخ ما يلزمونك. انت العراقي مو لعب وشحدهم يغلبونك، وشحدهم يغلبونك، تصعد على اشتاف الصعب صاروخ ما يلزمونك، صاروخ ما يلزمونك. أنت أبو الغيرة باللعب هيهات أبد ما تنضبط، الغيرة باللعب هيهات أبد ما تنضبط، حتى اللعب عندك حرب ما يغلبك أكبر واحد، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد، العراق صاعد صاعد على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد. من يومك مدوخ الدول ومحير انت حسابهم، ومحير انت حسابهم، من تلزم الطابة تظل تلعب لعب باعصابهم، تلعب لعب باعصابهم، ومن يومك مدوخ الدول ومحير انت حسابهم، ومحير انت حسابهم، من تلزم الطابة تظل تلعب لعب باعصابهم، تلعب لعب باعصابهم. زودك نظل نهتفيله مشوار خل نكمله، نظل نهتفيله مشوار خل أولي يا بطل ما يكفي هدف جمهورك كتر هاي، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل والله حاقد، صاعد 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 على عناد كل 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 حاقد. جمهورك يقول لك بطل ويشدك بتشجيعه، ويشدك بتشجيعه، وياك كل احنا نظل هذا الوطن منبيعه، هذا الوطن منبيعه، جمهورك يقول لك بطل ويشدك بتشجيعه، ويشدك بتشجيعه، وياك كل احنا نظل هذا الوطن منبيعه، هذا الوطن منبيعه. صوت العراقية هتف هاي الأصيلة والشارع، العراقية هتف هاي الأصيلة أولي يا بطل ما يكفي هدف جمهورك كتر هاي، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل والله حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد، صاعد 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 على عناد كل حاقد. طربعراق.com. في مباراة اليوم الكرة فيها محاولة من العوبة أمامية خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي إلى منطقة سجل سامة الأولى، جول جول انت العراقي مو بالغيرة كرار يضع الكرة في شباك الحليب في لحظة كنت أتحدث فيها عن تغيير مجريات
يسجل مهند في اللحظة الماضية ليولي. شوف الكرة الماضية ملعوبة يا سلام على راسية تأتي من مروان حسين وصلت إلى كرار. اللحظة الماضية في شباك الحليب هدف أول لمصلحة العراق، هدف أول يصل للمنتخب السعودي إلى أن يكون متخلفا بهدف مقابل لا شيء، بهدف مقابل لا شيء. الحديث الآن مع عبد الكريم فرحان ونشاهد مدير المنتخب العراقي، والحديث الأكبر طبعا سيكون مع حكيم شاكر العزاوي مدرب المنتخب العراقي صاحب الإنجاز لكرة القدم العراقية، الرجل الذي أثبت فعليا بأنه كلما أتيحت الفرصة للمدرب الوطني كان على قدر كبير من المسؤولية. اليوم يكسر عقدة حكيم شاكر كما كانت تسمى في الشارع العراقي بالانتصار في المباراة النهائية لمسابقة بطولة آسيا تحت 22 سنة، وعلى حساب المنتخب السعودي يتوج حكيم شاكر. تعامل كان في كل أيام البطولة بشكل مثالي جدا، يجب أن يشار بالبنان لهذا الرجل وما قدمه مع المنتخب العراقي طوال مشواره في هذه البطولة، ومع هذا الجيل أيضا من خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا للشباب وفي نهائيات كأس العالم للشباب، واختياره لبعض العناصر التي كانت حاضرة مع المنتخب الأول أيضا في مسابقة بطولة كأس الخليج، ويجب أن يكون حاضرا أيضا بانتصار في المباراة المهمة الفاصلة للمنتخب العراقي والحاسمة أمام المنتخب الصيني في تصفيات كأس آسيا القادمة بحول الله. كل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب العراقي وأن يصل بجوار بقية المنتخبات العربية الخليجية التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس آسيا القادمة في بداية عام 2015 هنالك في استراليا. لقب بطولة كأس آسيا الأول تحت 22 سنة لقائد المنتخب العراقي أحمد إبراهيم، يرفع البطولة الآن. ألف مبروك للعراق، ألف مبروك لأسود الرافدين، ألف مبروك لكل العراقيين في كل مكان في العالم. هذا الانتصار الكبير والتتويج بلقب مسابقة بطولة آسيا تحت 22 سنة، البطولة التي تقام للمرة الأولى واستضافتها سلطنة عمان. شكرا لكل القائمين في الاتحاد العماني لكرة القدم على هذا التنظيم الرائع لهذه البطولة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وتابعينا في كل مكان. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث هذا اللقاء، كان هنالك تقصير فاعذروني حقيقة، كل شيء لكم مني أجمل تحية متابعينا وقبل التحيات لكل شيء على هذا اللقاء. إلى اللقاء، إلى السعود المباركة مرة أخرى للكابتن عبد القادر الزيناني. سعود إليك. شكرا لك خليل البلوشي. إذا تتويج المنتخب العراقي مبروك، نكرر تهانينا دكتور. بارك الله بيك وشكرا. ومرة ثانية احنا ايضا من يعني خلال الاستوديو قناة الدوري والكاس نهني المنتخب. احنا صح محددين ونكون حيادين، ولكنه الفريق العراقي فاز بجدارة. نعم. واخذ البطولة. وايضا بالمقابل احنا نعطينا حق الفريق السعودي. الفريق السعودي فريق مثل ما تفضلت الكابتن راد، يعني بالفعل يستحقون التكريم، لان فريق الخط البياني ولاعبين اكثر من جيد. فيعني كسبنا هسه. شوف انت بعد المباراه الوئام اللي صار بين الفريقين، مباراه رغم حساسيتها ما صار بها خشونه، وهذا ايضا فد مكسب. ونامل يعني ان تستمر هاي الحاله. الاهم من عنده هذا الحاجز كسرناه نوعا ما، وان شاء الله مثل ما قال كابتن تستمر ابو غانم. انه هذا الشيء كان كوريا، يابان، استراليا.